هنايا ناس كيهضر قال لهم صافي يعني الدنيا غتزوّج بهذا، قالت ليه راه غيتزوجوا، قال لها باينة عليه سيماؤهم في وجوههم، وهي تشرب مرته قال لها ما تشربيش يعني قالت ليه لا راه غير هاد الكاس، وهي تقول لهيسريت شوفيهم شحال كيبغيو بعضياتهم بحالي أنا ويانس فاش كنا يلاه ما كنعرفوا بعضياتنا كنا كنبغيو بزاف بعضياتنا وما كنقدروش نتفارقوا، وهي تنوض بها خلاتهم وهي تقول ليها هيسريت شوفي أنا عارفاك بلتي من واحد المرحلة خايبة ولكن ما نبغيكش أناكِ تقلقي ليا بنتي، هنا كتبان معنا لا ميسون جايه هي والزوج ديالها وكيصوروا فيهم المصورين والصحافه كيصوروا فيهم ويقول لهم صورونا مزيان وهي تمشي قالت لها عكوزه شنو كديري باقي هنايا شكون جابك لهنايا قالت لها جيت انا وراجلي حيت حنا غنسلموا الجائزه وهي تقول لها شنو جابك هنا سير بحالتكم وهي تقول لها هذاك اللي غيتزوج بها اللي هو كنان قالت لها راه كانوا غيضربوني قال لها صافي ما تخافيش انا غناخذ غناخذ لك زعما منهم حقك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبوبات في فيديو جديد من مسلسلكم هذيك حياتي احداث جديده نتمنى انكم تشتركوا عندي في القناه وشكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم كاينيت كيشوف هذاك اللي غتزوجوني اللي هو كينان بدا كيشوف فيهم قال لهم هذا ما مزيانش وقالت ليه بهار حتى الاب ديالي ما حملوش ما موافقش على الزواج ديالهم ويقول ليه يعني قال لها يعني ما عمرني شفت زعما السيد محمود معصب حتى لهاد الدرجه وحاقد على شي واحد وهنايا مرتي نيت كتقول للسيدة هسريت شوفيهم شحال كيبغيو بعضياتهم زعما دنيا وهداك اللي غتزوج بها قالت لها كيف ما كنا انا وياه شحال هادي ما كناش كنتفرقوا نقدروا نكونوا في الدار 3 ايام 4 ايام ما كنخرجوش كنبقاو غير حدا بعضياتنا وما كنشبعوش زعما من بعضياتنا وهي تقول ليها الام ديالها شوفي بلا ما تجرحيش ليا بنتي راني عارفه زعما بلي انت دزتي من واحد مرحله خايبه ولكن ما تعيقيش هنا كتبان معنا ميسون جايه الحفله هي والزوج ديالها اللي هو السيد علاء وفرحانين وهي تقول لهم شوفوا فينا زعما تصورونا مزيان بهاد اللقطه وهاد اللقطه كيف ما كدير اصلا حالتها تقول لهم صورونا وهي تشوف دنيا وهي تمشي عندهم قالت ليها وهي تقول لي ميسن داك بول الظهرات غيقتلنا وغير بالشوفات ديالو وهي تقول ليها اشنو كديروا نتوما هنايا قالت لهم دنيا قالت لها واش كديري انت هنايا وقالت لها جينا حتى حنايا باش ناخذوا شي جائزه راه قالوا لنا حتى حنايا هذا شي جائزه زعما حنايا على حساب الشركه وهي تمشي وتقول لهم السلام عليكم السلام عليك عكوزتي الزوينه وهي تمشي من بعد هي الدنيا تقول لكينان هادو راه كانوا غيضربوني قال لها واش بصح كانوا غيضربوك قالت لي هي بدات كتجير على ديك التمثيليه ديال البكا قال ليها راه غناخذ لك منهم حقك غير ما تخافيش انا معاك وما غنخلي حتى شي واحد يضرك بشي حاجه هنا كيبان معنا ايضا السيد الياس هي والسلطان كتسنى باش تصوني عليها ميسون وهي تصوني عليها قالت ليها كيفاش زعما الامور كيفاش غاديين قالت ليها راه مزيانين دابا راه حنا دخلنا زعما الحفله وحتى شي واحد من غير هذيك الدنيا هي وداك كينان هما اللي كيشوفوا فيا بشي شوفات خايبين قالت لها خايفه غير اللي ياكلوني بالشوفات ديالهم قالت لها وصافي دابا انا غنمشي بحال شي نتخبى تحت شي طبله ولا شي كرسي باش ما نبقاوش يشوفوا فيا ديك الشوفات كتبان معنا مظفر جبت لهم شي صوصات قالت لهم راه جبتها وبغيت نشاركها معكم زعما لا تشموا الريحه ولا تشهى ولا شي حاجه وهي تقول لها سلطان راه زعما انا كاينه دابا هنايا يعني السيد الياس راه ما محتاج زعما انك تجيبي لي شي حاجه صافي انا الحمد لله وهو بخير وعلى خير وهي تقول لها وشكرا على ملي درتي زعما هذا المجهود وهي تقول لها ايوا صافي دابا خصنا زعما نسجل الباب وهنا تقول سلطان السيد الياس عندك تكون شي حاجه بينك وبين مظفر راه غناخذ زعما الروح ديالك حيت الله ما اختي وما خصكش تخلي اختي زعما ما تنساش اختي قال لها لا بالعكس انا اختي كنبغيها بزاف وكنت كنبغيها ولكن القلب زعما ربما يبغي شي واحد ولا شي حاجه هنا كتبان معنا مظفر صافي مشات للدار كيشكروا فيها قالها تبارك الله عليك انت والصوص ديالك راه بنين بزاف سعدت هذا اللي غتزوج بك وهي تمشي عند مرت خوها قالت لها راه شنو كاين قالت لها شوفي هاد البنت جمعي راسك لا طيحي ثاني في شي مشكل ولا تبغي ثاني شي واحد تصدقي ثاني تجرحتي من بعد هنا كيبان معنا في الحفله كيشكروا السيد محمود على داكشي كامل اللي دار وكيقولوا ليه الشركه ديالو عاونت السياحه بزاف في تركيا وهادشي كامل بداو كيشكروا فيه من بعد كيعيطوا عليه باش يطلع عندهم باش يستلم الجائزه اللي غياخذ وهو غادي يطلع عندهم وهنا بقاو كيشوفوا فيه كاملين فرحان هو طلع وبدا كيعطي الكلمه ديالو كيشكر بنته بهار وكيشكر اولاد اختو وكذلك الناس اللي قابلين في الشركه ويانيس قال لهم شكرا بزاف وكيشكرهم كاملين قال لهم هادشي كامل درتو بفضلكم وهادشي كامل درتو وما شكرش دنيا وهو يطلع عنده كينان قال لي علاش ما شكرتيش دنيا راه دنيا هي المهمه في هادشي كامل علاش ما شكرتيهاش قال ليه ماشي شغلك بيني وبين اختي وهو يضرب مع السيد محمود هو يضربو قال ليه راه غناخذ لك كلشي غناخذ لك كاع داكشي اللي كتملك وهو ينوض على بدا كيغوت
قال لها شنو كديري حتى تما، شنو هاد الهضره كتقول، حيت قال لهم راه غنتزوج بدنيا. وهو بدا يجري سيد الياس كذلك سيد يانيس عفوا باش يفرق بيناتهم، وبدا حتى هو مضارب مع الخدامه ديال كينان، ضربوا كاملين. وهو يقول له كينان شوف راه غناخذ لك حياتك وغناخذ لك جوليا ودنيا وكذلك غناخذ لك ولاد اختك وغندمر لك حياتك وغناخذ لك كاع داكشي اللي كتملك. وهنايا بهار بقات غير مصدومه وكلهم مصدومين وجوليا كذلك قالت لهم تفضحنا قدام الناس. وهنايا الدنيا كتبان معنا قالت لي علاش، قالت كينان علاش درتي هذا الشيء كامل. قال لها شوفي ما خليتي شي واحد انه يضرك حتى شي حاجه، ودابا انا غنكون الزوج ديالك، غنكون في جنبك وما غنخلي حتى شي واحد ياخذ لك ولا ينقص منك. انت دابا غتكوني الزوجه ديالي وانا ما غنخلي حتى شي واحد ينقص منك. وهي بدات فرحانه قال لها يلا دابا دخلي عند ولادك سيري عندهم راه محتاجينك تكوني في جنبهم. صافي رجعوا للحفله وقال لهم المقدم صافي سمحوا لنا على هذا الشيء وقع. من بعد هنا كيبان معنا كينان هو كيقول مع راسو غنتقم منكم وغناخذ منكم كاع داكشي اللي عندكم، غير صبروا عليا درجه راه مابقاش داك كينان اللي كنتو كتعرفوا داك الضعيف. من بعد هنايا كيقدموا داكشي كامل اللي داروا زعما في الشركه، بدا كيقول لهم ها الاوتيلات، بداو كيشوفوا شويه وهي تبان لهم التصويره ديال الولد ديال يانيس وبقاو كاملين مصدومين. وهو ينوض يانيس بقى كيشوف ديك التصويره وهو يهبط كيجري المنصه وهو تصون التليفون ديالو. جاوب قال ليه الا بغيتي تعرف القاتل، قال لي باش كتحس عفوا قال لي باش كتحس وانت جالس في نفس البلاصه فاش كاين القاتل اللي قتل لك ولدك. قال له شنو هو الاحساس ديالك، قال له شنو بغيتي من عندي، قول لي شنو بغيتي. قال ليه انا بغيتك انك ترد الاملاك كاملين اللي عندك في الشركه تردهم لي انايا وديك الساعه غنقول لك شكون هو القاتل. قال لي ولا ما قديتيش دير هذا الشيء، قال لي لا انا قاد. من بعد هنا كيبان معنا يانيس فاق الصباح ومشى باش يمشي الخدمه، وهي تجي عنده مرتو قالت ليه واش انت ما نعستيش، قال لها لا ما نعستش. قالت ليه واش داك زعما داكشي وقع البارح في الليل ما قدرتش انني ننساه، ما قدرتش ننسى داكشي كامل اللي وقع. ولدي وليت غير كنفكر فيه. من بعد هي حاولت انها تقرب منه، بدات كتقرب منه ويقول لها بعدي مني انا ما نقدرش تكون بيني وبينك حتى شي حاجه مازال، بعدي مني وبعد عليه. من بعد هنايا كتبان معانا دنيا وميسون بدات كتشطح وهي تلقى معاها. قالت لها شنو كديري انت هنايا، قالت لها راه جيت لهنايا جابني راجلي. قالت لها شنو كديري هنايا شكون جابك، قالت لها علا وبغيت نعيش مع علا هنايا في الدار. قالت لها حيت قال لي اجي الزوجه ديالي زعما تفقسي الام ديالو. من بعد هنايا كتبان معنا دنيا جاب صيفط ليها كينان الحوايج ديال العرس وداكشي كامل باش تكلفوا بها، وهي فرحانه وهي تقول لهم طلعوا للبيت باش زعما يوجدوها ويلبسوها. صافي وهي فرحانه وهي تلقى معاها جوليا. قالت لها شنو هادشي كديري، خوك عارفه بلي ما باغيش هاد الزواج وولادك كذلك ما بغاوش، علاش غديري هادشي في راسك وعلاش غتمرضي راسك وغتمرضي ولادك. قالت لها لا ماشي شغل داكشي انا غنديرو حيت انا باغا انني نتزوج به وانا كنبغيه وهذاك راه حب حياتي شحال هادي هما فرقوني عليه. قالت لها بركه من هاد الخرافات ديالك راه داكشي كامل داز، انت دابا راه عندك ولاد كبار وميسون بقات كتسمع فيهم وكتنط. قالت لها دخلتي لنا ميسون وعمتها اش بغينا مازال شي مشاكل برك علينا غير هادوك. وهنا ميسون كتصوني على العمه ديالها. قالت لها اجي نقول لك شي خبر جديد. قالت لها شنو هو، قالت لها راه شنو كاين راه غيتزوجوا. وهنا كيبان معنا يانيس كذلك صافي جمع بهار والاب ديالها قال لهم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع مهم. قال لها شنو هو، قال لهم صافي انا بغيت زعما تردوا لي نرد الممتلكات ديالي مع فاك ما توقفوش لي في طريقي، بغيت نرد الاملاك زعما ديالي نحيدهم عليا انايا. قال لي صافي واخا، قال لي كانت شي حاجه اخرى قولها لينا. وهي تبعوا ميسو بهار عفوا. قالت لها شنو هادشي كديري يا يانيس، انت دابا داكشي دابا انت غتحيد الممتلكات ديالك على قبل داك لابيلات اللي كيجيب. قال لي عافاك ما تسولينيش وما غنجاوبك على حتى شي حاجه. وهنايا سلطان جات عند ميسون وهي تجي عندهم دنيا. قالت لها شنو كديروا هنايا، اش مسلمه جيتوا ولا بغيتو نقول لكم زعما على سلامتكم وزارتنا البركه. وهي تقول لها ممكن، وبداو كيضحكوا. وهي تمشي قالت لهم دابا غنخرجكم من هذا القصر، دخلتوا ليه بزز وغتخرجوا منه بزز. وبدات كتهدد فيهم، بقاو كيشوفوا فيها وكيضحكوا. من بعد هنا كيبان معنا السيد العريس الغفله كي كنقولوا حنايا بدا كيوجد في راسو ويقول لهم دابا انايا بغيت نمشي نصاوبوا لي واحد الفيرو في الشركه حيت غنولي الرئيس تما ديال العمال. ما عرفتش كان قايل لهم المهم شي حاجه ما غيكونها. قال لي اش من الشركه، قال لي ديال زعما حيت هو غياخذ الممتلكات ديال يانيس، هو اللي غياخذهم حيت هو القاتل اللي قتل ليه ولده. وهنايا دنيا باينه كتفرح انا حيت كتقيس في الكساوي ديال العرس. من بعد جا صيفط ليها الورد كينان، قال لي بدا كيكتب ليها في الشعر وكتب ليها في واحد الورقه الشعر وكذا. المهم كيعبر ليها على المشاعر ديالو وهي فرحانه وغاده في هواها. من بعد هنايا كتفكر
كاع داك الشي زعما اللي كدار على قبلها. وهنايا ميسون والخالة ديالها قالت ليها دابا، قالت ليها العمة ديالها عفوا الخالة ديالها عفوا، دابا هاد المرا غضر راسها وغضر ولادها وغضر هاد الناس كاملين، حيت ما بغاوش زعما يدخل هاد الراجل لحياتهم. وهي تقول لها صافي انا غنمشي عندها. قالت لها ميسون لا، راه هي كتبغيه، وهي تقول لها ماشي شغلي خصني نمشي عندها زعما باش نهضر معاها. وهي طلع عندها من بعد. هنايا دنيا فرحانه بديك السوى اللي غتلبس، وهما يدخلوا عندها قالوا ليها شوفي، قالت لها ما تزوجيش بداك الراجل، راه غيمرضك وغيخرج عليك لا انت لا ولادك لا خوك زعما غيخرج عليكم. وراكي عارفه بلي راه ما مزيانش داك الراجل انك تجمعي معاه حياه، وراه غضري هاد الناس كاملين. قلت لها شكون انت بالسلام باش تدخلي لي في حياتي؟ شكون دخلك في هذا الموضوع؟ ماشي شغل ديها في سوق راسك، بعدي مني. وخرجوا عليا، بدات كتجري عليهم وهي تخرجهم، قالت لهم سيروا بحالاتكم. وهما يمشيو قالوا لها دبري راسك صافي. وهما يمشيو. وهنايا دنيا مشات كتصوني عليه على كينان. هنا كينان كيبان معنا مشى للحي اللي فيه ميسون، كيهضر مع قال لها شنو كديري، قال لها شنو كديري حبيبه؟ قالت لها شنو كندير شنو كندير، كنوجد راسي. قالت لها انت فين كاين؟ قال لها انا كنوجدك في زعما في الهديه ديال العرس. وهو كيضحك قال لها شوفي راه غنوجدها لك ولكن خصها غير تنقى مزيان. وهنا كتبان معنا ايضا ديال زينب، قالت لها الحمد لله دابا غنصاوب هذا الدار لهاد الوليدات ويعيشوا فيها بخير وعلى خير سالمين. وهي تجي عندها حنيفه قالت لها شنو كديري دابا؟ قالت لها عافاك بنتي ما تمرضينيش ما تعصبينيش، راكي غتاخدي الدار نتيا وغتاخد زينب الدار وغتاخد الام ديالك والخاله ديالك كذلك الدار، كلكم غتاخدوا ديوركم، غير كونوا مرتاحين. قول مع راسو غنقضي عليهم كاملين وما غاديش نخليهم بحال هاد الدبان، ولكن ما نخليهمش يطيروا حدا دنيا. وهنا نيت كيتسنى في بهار وهو يقول لها شكرا حيت جات. قال لها عافاك عطاني، راه كاع مجلس الاداره تجمعوا وغدا صافي زعما نتجمعوا كاملين باش نسلم لهم زعما الوثائق وداك الشيء كامل. قال لها صافي مزيان شكرا لك بزاف، ولكن قول لي شنو واقع، شحال هادي كنتي كتقول لي كلشي دابا ما بقيتي كتقول لي والو، قول لي شنو واقع. قال لي انا عندي مشاكل خصني نحلهم من راسي بوحدي. السيد محمود وولد الدنيا وهي تهبط عندهم لابسه الكسوه ديال العرس، وهي تقول لهم بقات كتشوف فيهم كنهضر معاهم حتى واحد فيهم ما مسوقش ليها. وهي تمشي عندها بنتها قالت لها ماما عافاك ما ديريش هكا، عافاك ما تزوجيش به وما تخليناش حنايا صافي زعما كبرنا وهذا ما تزوجيش به هو. قالت لها شو هي تمشي وخلاتها وهي تبوسها قالت لها انا عارفه زعما اش كندير. وهي تمشي وهي تلقى العريس ديالها غفله كيتسنى فيها، وهو يمشي عندها قال لها واو شحال جبتي زوينه، ويبوسها يديها قال لها اليوم احسن نهار في حياتي. وبدا كيلم عليها في الحياه وكيلم عليها كل شيء. قال لها غنعيشوا احسن حياه وهذا. وهو خرج عندها ولدها قال لها ماما عافاك ما تمشيش زعما ما ديريش هاد الخطوه في حياتك ما تزوجيش بهذا. وهو يقول لها كاينه دخلي الدنيا زعما الطوموبيل. ويقول لها دخلي وهو يدخلها. وهو يمشي عند علاء قال ليه شوف راه كبرت لك الشان بزاف عطاتك بزاف ديال القيمه ولكن انت ما بغيتيش. هو يجبد ليه ودني قال ليه شوف الا ما كنتيش كتسمع هضرتي راه انا زعما في المثابه ديال الاب ديالك وراه نقدر نجيبوا لك شي اخ اخر. المهم هو جمع راسك وهو يبقى فيه الحل. وهنايا ما يسمع كتسمعوا. وهي تمشي قالت لخالتها غنمشي شد شويه زعما فعلا نقول لها صافي راه باك زعما ماماك زعما غتزوج وغيكون عندك شي اخ ولا شي حاجه. وهو يدخل وهو بدا كيسمع السيد محمود كيهضر مع جوليا قال لها راه قال لي كلشي قال لي راه بغيت حياتكم ماشي دنيا اللي بغا وانما بغات الشيء اللي عندنا. وهو يمشي على البيت ديال السيد محمود وهو يمشي يهز ليه السلاح. وهو يمشي وتبعاتو ميسون بدات كتعيط عليه قالت له لا ما دير شي حاجه في راسك. وهو قال لها هو بدا كيقول لها سيري بعدي مني خليني. وهو يمشي هنايا. وهنايا السلطان كيصون على سيد محمد قال سيد الياس عفوا قال لها فينكم رانا مايت من الخوف ديالي عليكم اش كديروا؟ قالت ليه لا راه حنا دابا في القصر وما تسناناش زعما وما تخافش علينا. قالت لي وهي تقطع قالت واش انا نبقى كل واحد نفسر ليه شنو كندير. كلهم مجموعين سيد الياس والعائله ديال زينب كلهم مجموعين باش يتعشاو وكنبقاو كيتعشاو وهنايا فرحانين. وهنايا كتبان معنا الدنيا صافي كتدير زعما كتكتب العقد ديالها صافي وهي تسني وهو كذلك كاينه تسنى حتى هو وفرحانين. وهو بدا كيتقرب منها. من بعد هنايا كيبان معنا ايضا معايا السيد الياس كيطلب الله كيقول يا ربي تعطيني حتى انا السعاده وتعطي لبناتي السعاده يكونوا فرحانين. وكل واحد شنو كيدعي في راسو كيقول يا ربي كفر كدعي ربي باش يعطيها السيد الياس. وهنايا الدنيا فرحانه كتشطح مع كينان فرحانين بداو كيرقصوا. فاش ترى واش شحال قال ليها واش انت مقلقه؟ قالت ليه هو بدا كيتقرب منها باش ياخذ منها قبله. من بعد هنا كيبانوا معنا كيحرقوا كاع الحي اللي فيه السيد الياس. بداو كيحرقوا دوك الدور كاملين شعلوا فيهم العافيه.
كيبانو معانا كيغوتو كاملين وكيتحرقوا، وبدا كلشي الدار مشعولة فيها العافية وبدات كتوصلهم العافية وبدا كيغوتوا كيقولوا عتقونا عتقونا، ولكن ما كاينش اللي يعتقهم، حتى واحد فيهم ما تعتقش. من بعد هنا كيبان معانا السيد كمال فرحان وهو يدخل عليه معانا وهو يوجد عليه السلاح، قال ليه غنقتلك غنقتلك وغنتسناو منك. وهو هو بدا كتجري ميسون، قالت ليه صافي حيد منا اش بغيتي، اشنو زعما تربح كاع الا قتلتيه. وهي تنقز الام ديال علا وهي توقف ليه قدامه وهو يتيري.